طيب خلصنا هذا، ندخل بقى ايه حاجة يسيرة كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قلت لكم من قبل بأن الدين ينقسم إلى قسمين: شريعة أو عقيدة وشريعة. عقيدة وشريعة. وتكلمت عن العقيدة من قبل، قلت لكم معنى العقيدة أن العقيدة فعيلة، وصف من الفعل عقد، وكذلك الاعتقاد افتعال، وصف من الفعل اعتقد، وإن هذا الوصف فيه معنى الشدة والصلابة والقوة والغلظ والمحبة والافتخار. وحتى يقال اعتقد العسل إذا صلب وغلظ واشتد، واعتقد النوى كذلك إذا صلب وغلظ واشتد. وفيها أيضا معنى الاتخاذ، يقال اعتقدت أخا لي في الله، أي اتخذته. ومنه حديث أبي قتادة، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد لا ينزل عن الحسن، أنه قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه فاشترى به مخرفا أي بستانا، قال: وإنه لأول مال اعتقدته. اعتقدته أي اتخذته وحصلته. إذا لابد من وجود جمل علمية، يعني مسائل علمية أعرفها، وبعد ما أعرفها أحبها، وبعد ما أحبها أجمع عليها قلبي. الجمل العلمية اللي أحبتها وخلتها في قلبي ديت بتكبر في قلبك وتعظم في قلبك حتى تصلب وتشتد وتغلب، فيكون ذلك وليه العقيدة أو الاعتقاد. إذا العقيدة والاعتقاد محلها فين؟ في القلب. إذا العقيدة مع النية والحب والخوف والرجاء اللي هي الأشياء القلبية تأتي مكان العقيدة. ولذلك صاحب العقيدة كالجبل، لا يتزحزح ولا يتزعزع، لا يتزحزح ولا يتزعزع، مهما يعني شكته الرماح، ومهما تناولته السهام وتناوشته الخضوب، فإنه كالطود الشامخ، لا يتأثر بفضل الله عز وجل. وقلت لكم بأن العقيدة لها مباحث، فهناك ما يتعلق بالإله، وهناك ما يتعلق بالنبوات، وهناك ما يتعلق بالغيبيات، وهناك ما يتعلق بالقدر، وهناك ما يتعلق بالصحابة، وهناك ما يتعلق بمقام العبودية. وكل هذه الأشياء بينتها لكم في درس مجمل، وكان من فضل الله كان معنا في ذلك الدرس شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في هذا المجلس قدرا. واليوم وما بعد اليوم بإذن الله تعالى سنبين الجزء الثاني، وهو ماذا؟ وهو الشريعة. فالشريعة يقصد بها الأحكام العملية التي يكلف بها ويخاطب بها المكلف. إذا الأحكام العملية التي يخاطب بها المكلف هذه الشريعة. وشريعة الإسلام شريعة خالصة تخالف غيرها من الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الأنبياء واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء ديننا واحد وشرائعنا شتى. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين في الدين، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الدين العقيدة لا اختلاف فيها عند الأنبياء، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء والمرسلين دينهم واحد، يدعون إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. أما الشرائع فإنها متعددة، فشرعة موسى تختلف عن شرعة إبراهيم، وشرعة موسى وإبراهيم تختلفان عن شرعة نوح، وشرعتهم عليهم الصلوات والسلام تختلف عن شرعة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشرعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشرعة الخاتمة التي قضت على كل شرعة، وهي الملة العصماء التي نسخت كل ملة، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله تعالى على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يطيعه على شرعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر يتصفح صحيفة من صحائف يهود قال: ما تصنع؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار. فدل ذلك على أنه لا يجوز لإنسان مهما بلغ أن يعبد الله تعالى على غير ملة وشريعة نبينا وحبيبنا ومصطفى ربه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريعة يخاطب بها المكلف، هذه الشريعة يخاطب بها المكلف. درس اليوم مقدمة إن شاء الله، ما بعد ذلك سيكون شرحا. فالمكلف هو مركز الدائرة، مركز الدائرة، وهناك على الدائرة علاقات تربط هذا المكلف بغيره. فهناك علاقة المكلف بالله عز وجل، وهناك علاقة المكلف بنفسه، وهناك علاقة المكلف بأسرته، وهناك علاقة المكلف بأخيه المسلم، وهناك علاقة المكلف بغير المسلم، وهناك علاقة المكلف بالكون جميعا. ومن هنا فإن كل أبواب الفقه ستدرس، ولكن بطريقة جديدة تختلف عن الطريقة التي تقرؤوها في كتب أو جريتم عليها، وهذا من باب التيسير وتنظيم المعلومة وتركيزها حتى نقولها بطريقة سريعة. وسيكون ذلك في الدروس القادمة، فاحرصوا عليها. درس الفجر إن شاء الله خلص من الشافعي، ثم ندخل في درس هداية القاصد إن شاء الله. ماشي يا فندم؟ والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى أن نطلب العلم بخير وعافية وصدق وإخلاص، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعل أحسن أيامنا يوم نلقاه. وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.